مساء الخير. تحدثنا عن الماضي كثيرا، عن مشكلاته، عن المتسببين في كل ما حدث. خلونا نشوف للمستقبل الآن، خلونا نشوف المستقبل الذي احنا نشتيه، ونقرأ الواقع بمهنية بعيدا عن السياسة، مثل الشخصية التي اخترتوها لكم اليوم، الأستاذ يحيى حسين العرشي. 65 سنة من المشاركة الفاعلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا ودبلوماسيا، ولا نستطيع أن نقول بأنه مع أي طرف سياسي. الرجل يحمل رؤية للمستقبل. خلونا نعرف أهدافنا المستقبلية التي يجب أن نشتغل عليها جميعنا، ومش فقط القيادة السياسية ولا النخبة، وكمان المواطنين، ونحاول أن احنا نتجنب الماضي بمشكلاته. مرحبا نقول معالي الوزير، ونسعد أن نلتقيك اليوم، ونحاول نختصر فيما يتعلق بالحاضر ونركز على المستقبل، ونبدأ بال18 سنة لميلاد الجمهورية اليمنية. كيف كانت باختصار بدقائق معدودة أبرز السلبيات والإيجابيات وأنتم تحضروا للوحدة والتي تؤثر الآن بشكل كبير على الواقع الحالي؟ مرحبا بكم، وطبعا كل عام وانتم بخير. فرصة طيبة الحديث عن المستقبل، أيضا هو يجري نفسه الحديث عن الماضي قليلا. ولا شك بأن المنعطف المهم في التاريخ اليمني الحديث هو استعادة الوحدة اليمنية. كان ذلك في 22 من مايو 90 كما أشرتي. ولا شك أنها بداية كانت تعني بشكل أساسي بأن اليمن انتقل إلى المحطة الثابتة ليضع المستقبل بكل تفاصيله وبكل أبعاده، خاصة فيما يتعلق بالجانب المؤسسي كنظام جمهوري في هذا الوطن. وطبيعة الحال كان لابد أن تمضي الفترة الانتقالية بالاستعداد لبناء دولة الوحدة. ودولة الوحدة هي كانت فرصة، الحقيقة فرصة كبيرة بأن ننطلق من تأسيس البعد المؤسسي للواقع اليمني سياسيا وفي الجوانب الأخرى كذلك. يعني بس استعداد للوحدة تماما. لقد كانت نقلة مهمة أن يتم الاعتماد على التعددية السياسية، وكان هذا في الواقع تطور مهم في ذلك الوقت قياسا بما هو الآن في البلدان العربية الأخرى. ولولا ذلك التطور لما استطعنا كذلك أن نتجاوز المحن اللاحقة. دعيني أكمل الصورة. فانتقلت اليمن إلى واقع جديد، وهو الواقع التعددية السياسية والحرية لإنشاء المنظمات السياسية في الوطن. كان هذا يعني بناء مؤسسي راقي في الوطن اليمني، لأن التعددية السياسية بما يشملها من تعدد الصحافة والرأي الآخر كان يعني أن يكون لدينا مؤسسات دستورية تنطلق من هذا الواقع فعلا المتطور، تساعد على التغيير. تماما يساعد على البناء المؤسسي المتمثل في الانتخابات البرلمانية، والمتمثل كذلك في مؤسسة القضاء، والمتعلق كذلك في المؤسسة العسكرية، والمتعلق في المؤسسات كلها. ولكن ربما ظروف طرأت في الساحة اليمنية لم تساعد على البناء المؤسسي الراقي. هل كنا احنا مستعدين للتغيير اصلا يا استاذ؟ الظروف التي سببت في 94 لا شك بأنها لعبت دور سلبي. خلينا قبل 94 يا استاذ. لعبت دور سلبي في البناء المؤسسي التي كنا نتوخاه من استعادة الوحدة اليمنية. ذلك لأنه كان في توازن في الوضع السياسي. تلاحظي بأن الحكومة الأولى فترة الانتقالية كان الفصيل المشارك المؤتمر والاشتراكي، ثم بعد الانتخابات 93 توسع إلى شريك ثالث. فهذا يعني أنه كان هناك تطور للمشاركة. بس ممكن نركز على قبل 94. أنت ذكرت أنه كانت هذيك الفترة بداية انطلاقة حقيقية في مساحة التعبير، في التعددية السياسية، وكانت يعني نقول الأبرز في الوطن العربي تماما. حينها. في 93 نفسها إيش السلبيات اللي كانت في الثلاث سنوات الأولى الذي نستطيع أن نقول بأنها سنوات الوحدة الذهبية وأثرت على الوقت الحالي الآن؟ هي السلبيات في الواقع تركت أثرها السلبي في التعامل مع مجريات الأمور لتأسيس دولة الوحدة اليمنية. منها سلبيات محلية
ومنها سلبيات أيضا على مستوى المنطقة. إيش المحلية مثلا الأبرز؟ الأبرز فيها بأن بالتأكيد كان عدم التعاون في بناء الإدارة الحكيمة والمحافظة على المال العام، والتوجه نحو تعزيز دور الكفاءات في تلك الفترة. ومن ثم كانت هي مخاض، حينما طبعا مدرسة عدن تختلف عن مؤسسة صنعاء فيما يتعلق بنظام الدولة يعني كان في والمؤسسات. اختلاف وعدم تعاون لا وسوء نستطيع إدارة. لا نستطيع أن نقول أنه اختلاف، ولكن كان طبيعة الظروف خلقت تلك الأجواء، وطبيعة كذلك ظروف نشأة الدولة، دولة الوحدة اليمنية. وكذلك كان هناك من ينسج الخيوط السلبيات أكثر مما كان ينسج خيوط الإيجابيات. كان في من يحاول تجديد هذا الوضع. الخيوط وظفت توظيف سلبي فيما يتعلق بالساحة اليمنية، خاصة حينما تعاملنا مع قضية حرب الخليج بموقف فسر بتفسير ربما أكثر مما يستحق. فكانت هذه فرصة لأن تنسج خيوط الفتنة في هذا الوضع اليمني، ومن ثم دخلنا في هذا المعترك في ذلك الوقت في 94. طب ليش ما نقيمش على نقاط يا أستاذ؟ لا شك بأن إحنا طرف الخطأ بالتأكيد، وأطراف أخرى ساهمت في هذا، وهذا ما جعل من البعد المؤسسي لإنشاء دولة الوحدة والاستفادة كما اتفقنا عليه بين الشظية والوطن، الاستفادة من الإيجابيات هناك وهنا، بغض النظر عن إيديولوجية النظام هناك وإيديولوجية النظام هناك، وبالتالي السلبيات نتجنبها. نعم. هل كان الطرفين مستعدين لوحدة حقيقية ولا كان هروب من المشاكل؟ لو لم يكونوا مستعدين لما تمت الوحدة. هذا إنجاز عظيم. بس البعض منهم كانوا هاربين من مشاكلهم. هذا إنجاز عظيم تحقق بقناعة كاملة، وتحقق بطريقة سلمية، وتحقق تتويج لحوار مش تتويج لحروب. كان هناك حرب في 92 79، ولكن في الواقع الحوار الذي يمتد لفترة طويلة، خاصة الحوار من بعد أحداث يناير في 86، كان حوار مسؤول، وبالتالي كان جوهرها الاستراتيجي تحقيق الوحدة وليس التكتيكي. كانت الحوارات السابقة كان طابعها تكتيكي، لكن الحوار بعد حرب 86 كان استراتيجي في الواقع لتحقيق الوحدة اليمنية، ووقعت الوحدة اليمنية بثقة مطلقة من الطرفين، من القيادتين، من المسؤولين في الشطرين. وهذا ما جعل من هذا الإنجاز العظيم أن يتحقق في 22 من مايو، وكان في الواقع مفاجأة لكل القوى التي كانت تعتقد، القوى الخارجية وأقصد بها، في لحظة قدر كما سميتها، يعني كانت لا تعتقد بأنها ستتم الوحدة اليمنية، وأنه كان مجرد يعني مضي في حوار من أجل أن لا يواجه كل شطر الآخر. طب أستاذ، هذيك الفترة مهمة وإحنا الآن نعاني من نتائج ما حدث بعد 94. عشان الصورة تكون واضحة ممكن فقط نشوف كالتالي الأداء والدور لكل طرف من الأطراف اللي بذكره يا أستاذ، ونشوف تأثيره الآن. إذا قلنا في 93 كيف كان أداء النخب السياسية الحاكمة قبل الوحدة، يعني القيادات الجنوبية والقيادات الشمالية في 93، كيف كان أداء فيما يتعلق بالوحدة؟ كان أداء إيجابي للأمانة، كان أداء إيجابي، ولو لم يكن أداء إيجابي لما اتجه الجميع لانتخابات 93. انتخابات 93 كانت تعني بأنه اقتناع كامل بأن نمضي في بناء المؤسسي للدولة وتتم الانتخابات، خاصة بعد أن تم الاستفتاء على الدستور. فالتوجه نحو الانتخابات كان يعني أن الأمور كانت مهيئة لأن نبدأ في الواقع في بناء مؤسسي في إطار الدستور ونصوص الدستور، التعددية السياسية، التعددية الحزبية. الساحة اليمنية هي التي تتحكم في اختيار من ترى في دخول البرلمان، ومن ثم التشكيل الحكومة وهكذا. ولكن ما نتج عن 93 من صورة ربما لم يرتاح لها طرف من الأطراف، ومن ثم ساهم في تأجيج الوضع. طب كيف كان دور الإعلام؟ ساهم في أن تكون الأجواء تدفع بهذا الاتجاه، وخيوط التخلف، نقول هكذا، خيوط التخلف في الساحة
هو الذي أفرز تلك الأجواء طيب خيوط المأساوية. التخلف ايش تقصد أما فيها؟ ظروف التخلف بأنه هذا الإنجاز العظيم لم ندرك قيمته بشكل كامل، هذا الإنجاز يعني ما الكبير، كانش في وعي. وربما حتى الآن لم ندرك قيمة هذا الإنجاز الكبير، إنجاز يمني وحيد في التاريخ المعاصر، وهو الإنجاز ربما العربي الوحيد في المنطقة. فإنجاز الوحدة اليمنية لم يكن من السهل في الواقع أن لا يعطى الاهتمام الكافي، سواء كان على مستوى المحلي أو على مستوى ما كانش في وعي. العربي. طب دور وفي نفس الإعلام الوقت والنخب الثقافية يا أستاذ؟ الإعلام كذلك، الإعلام في الواقع تحسنت الصورة فيما يتعلق بالتعدية الإعلامية. نعتقد ظهور عدد من الصحف في صنعاء بخلاف كل العواصم العربية، ربما العاصمة العربية اللي فيها تعدد صحفي كانت المغرب، ربما كانت المغرب بحكم أن فيها تعددية حزبية، ولم يكن هناك أي عاصمة أخرى فيها تعددية صحفية إعلامية حرة إلا اليمن. ولكن وظفت الحقيقة، وظفت هذه التطورات توظيف سلبي، وظفت التعدية الحزبية توظيف سلبي، تأجيج المشاكل ما بين وظفت كذلك التعدية الصحفية توظيف سلبي، وكل طرف استطاع أن ينسج السلبيات أكثر مما ينسج الإيجابيات، وبالتالي تراكمت السلبيات ولعبت دور في أن تتعدى خيوط الإيجابيات، وهذا ما أسهم في تراكم طب اقتصاديا، أنت الآن تحدثت سياسيا إعلاميا وثقافيا، اقتصاديا إيش المستجد الذي كان في فترة الوحدة الذهبية وساهم في غضب الناس؟ بأنه الجانب الاقتصادي هو الجانب المهم فيما يتعلق بالاستثمار للثروة الطبيعية. نحمد الله بأن استثمار الثروة الطبيعية جاء بعد استعادة الوحدة اليمنية أو موازي لاستعادة الوحدة اليمنية. وأتذكر بأن الحوار حول المشروع الاستثماري المشترك النفطي في منطقة مأرب شبوة كان أيضا أسهم في تأسيس استعادة الوحدة اليمنية، وكانت الظروف المتقاربة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية مع انعدام هذه الثروة كانت إيجابية أكثر الاتجاه نحو الوحدة اليمنية. ذلك لو ظهرت الثروة النفطية في شطر على حساب الشطر الآخر كان يمكن يكون في صعوبات فيما يتعلق بترتيب أوضاع استعادة الوحدة اليمنية. طيب إيش المشكلة؟ فظهرت هذه الثروة النفطية ولعبت دور مهم في الواقع مع بداية دولة الوحدة، لعبت دور في تقوية الاقتصاد، لعبت دور في تغذية الميزانية وهي تتكل على المساعدات الخارجية، ولعبت دور كذلك في أن الاستثمار النفطي لعب دور في أننا أشرفنا على استقلال حاجتنا، ومن ثاني تغذية حاجتنا، وهذا ملحوظ حتى الآن. بس الواقع كان مختلف يا أستاذ. النفط ظهر مع الوحدة لكن أوضاع الناس زادت سوء. هل سوء الإدارة؟ نعم، الفساد مثلا؟ نعم، ضعف التخطيط الاقتصادي، ضعف التخطيط الاقتصادي وتوجيه الأموال في مكان غير مكانها. توجيه الأموال كان لابد أن يتوجه نحو حاجيات المواطن، خاصة على مستوى المحافظات، والمحافظات التي كانت في حاجة أكثر ربما المحافظات الجنوبية ومحافظات الأطراف مثل الجوف مثل صعدة. كان من المفيد أن توجه تلك المردودات النفطية لصالح التنمية بشكل أساسي في هذه المناطق. كان يمكن أن تلعب دور في التخفيف من معاناة الناس ومن احتياجهم، وبالتالي من التفافهم حول البحث عن مصادر رزق بطريقة غلط. ولكن ربما ظروف اليمن تساعدها على أن تتوجه هذه المجالات، وربما اتجهنا للإنفاق في غير محله. يعني غياب التخطيط الاقتصادي نعم. ساهم. طيب من 1994 وأيضا إلى 2010 يا أستاذ بعد الحرب الإنفاق في غير محله أيضا شكل جانب سلبي. كان يمكن أن تكون الأمور مضبوطة أكثر لتوفير الاحتياجات، لأنه في نهاية الأمر مطالب المواطن هو أن يستقر
هو أن يستقر في معيشته، أن يستقر في تعليمه، أن يستقر في تأمينه الصحي، أن يستقر في معيشته. وانت قد ذكرت غياب التخطيط. لو كان في تخطيط غياب هذه ما كانش. الاحتياجات على المواطن تجعل أنه يبحث عن أي وسيلة حتى لو كانت من الشيطان. وهذا إذا الوضع الاقتصادي والسياسي كان واضح في سنوات الوحدة الذهبية. جت حرب 94، نشي نعرف من 94 ل 2010 أو 2005 قبل تأسيس المشترك كيف أدار التحالف المنتصر لليمن حينها. يعني أبرز السلبيات بدون تفاصيل كثيرة، وما زالت هذه السلبيات تؤثر على المرحلة هذه. هو في الواقع 94 ما نتج عنها من نتائج هي تشكل سلبية، لأن ذلك أن تعاون الأطراف الحزبية في شكل اشتراكي مع الإصلاح مع المؤتمر لو بقي في الساحة بفعالياته كان يمكن يلعب دور إيجابي أقوى، ولكن شاءت الظروف أن تكون هكذا. دعينا نقول هكذا. فتبعيات هذا التطور لا شك أنها أضعفت من المشاركة السياسية المتكاملة التي تشكل التوازن السياسي في الساحة اليمنية، ولعبت الظروف السلبية دورها. لكن مع هذا كان يمكن تجاوز هذه الأسباب بحيث تتجه الأمور لبناء مؤسسي، بدليل أن الانتخابات اللاحقة كانت إلى حد ما ذكر في 2006 كانت صورة من صور الديمقراطية، أن يكون هناك أكثر من مشاركة كل الأطراف السياسية. مشاركة الأطراف السياسية في 2006 كانت أيضا تجربة رائدة في الساحة اليمنية، وأن ينزل إلى الساحة أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية، وأن تتم كذلك ويفوز الرئيس بنسبة أقل من 99% كالعادة. وهذا يحسب في الواقع، يحسب لكافة القوى السياسية التي انسجمت مع هذه التجربة. ويحسب لعلي عبد الله صالح يا أستاذ، حتى لو استحيت تقول مثلا. نعم، يحسب للرئيس علي عبد الله صالح والحزب المشترك إنها شاركت وقبلت بالنتيجة. تمام. لهذا كان الحوار يومها أنه هل تقاضى هل تشارك، كان الحوار حول هذا المسألة، فمشاركتها كانت تعني بأن التوجه نحو مصداقية المشاركة السياسية. طب هذا سياسيا غاب التوازن السياسي، تعني السلبية بالتأكيد. غاب التوازن السياسي وأضعف الحزب الاشتراكي، هذه السلبية الأولى في الجانب السياسي. طب اقتصاديا ايش تبعات حرب 94 الاقتصادية الذي ما زلنا نعاني منها حتى الآن؟ أن الإنفاق بالضرورة كان يتجه في غير محله. ما زال سوء الإدارة قائم. تماما، سوء الإدارة، وكذلك غياب التخطيط، ظهور مراكز الفساد لا شك بشكل أكبر. نعم، ظهور مراكز الفساد، وبالتالي توسعت هذه الصورة ودفعت بالظروف إلى ما وصلنا إليه. ولكن مع هذا نقول بأنه الوحدة اليمنية ولولا 22 مايو لما تيسر لليمن أن تتعامل مع مجريات الأمور والتطورات في عام 2010 أو 2011، لما تيسر لها أن تتحاور من أجل المعالجة. فالوحدة اليمنية كانت سبب قوي في المعالجة وفي أن تجعل من التجربة اليمنية تجربة مثالية ورائدة. لم تأتي التجربة اليمنية، كيف الوحدة خلقت الحوار؟ لم تحدث التجربة اليمنية من فراغ، وهذا الفراغ فيما يتعلق بالتوصل إلى حل عن طريق الآلية وعن طريق ما تعيشها اليمني ما فيها المؤتمر الوطني، كان هذا بسبب الوحدة اليمنية. لو لم تحدث الوحدة اليمنية مثلا وحصلت التطورات كما حدث في تونس ومصر وسوريا وليبيا وهنا، كان يمكن أن يكون هناك جبهة دموية في عدن، وأن تكون هناك جبهة دموية في صنعاء. ولكن لأن اليمن توحد وأصبح لديه قاعدة، وهي قاعدة التعدية السياسية والتعدية الإعلامية، وهناك في توازن في القوى، هذا خدم التوصل إلى نتيجة إيجابية لما نحن عليها اليوم. والفضل للوحدة في الواقع. بدأ اليمن مبكرا بالتعددية السياسية تماما. تقصد المعالجات التي حدثت في عام 2011 هي بفضل الوحدة اليمنية. ما يجري حاليا بفضل الوحدة اليمنية. نحن اليوم نتحاور بفضل الوحدة اليمنية. نقطة مهمة. طيب ثقافيا ولكن لا نعطيها حقها من أننا نشكرها على هذه النتيجة.
نتكلم على تماما. المواقف الحالية، بس الآن في الجانب الثقافي والاجتماعي، يعني الآن طرحت نقطة جميلة فيما يتعلق في الجانب السياسي. خلي في الجانب الثقافي والاجتماعي، ألا تعتقد بأن أبناء المحافظات الجنوبية بعد حرب 94 شعروا بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وخلقت كل هذا يعني الغضب الذي نعيشه الآن؟ هو الواقع الإحساس بالطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة هو وهم يفرض لها التخلف، وتفرض كذلك أحيانا المعاناة والإحساس بالحاجة يجعل كيف الإنسان وهم؟ وفي ناس لأنه دخلهم أسوأ وفي ناس. لأن أوان السقف الدستوري والسقف القانوني لو حرصنا على تمسك وبالتالي تفعيله، هو سقف يحقق العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين كل أبناء الوطن. يعني بفضل الثورة اليمنية في 62، وبفضل أيضا التطور الفكري السياسي في الساحة اليمنية، ليس هناك ما يجعل التمييز بأنه من طبيعة المرحلة، هو واقع من طبيعة التخلف. بس موجودة من طبيعة تمييز. التخلف موجود. هناك شعور بهذا في المحافظات من المحافظات الأخرى، وهناك أيضا المناصب، المواقع يا أستاذ. كم عدد السفراء اللي من مارب مثلا، نقول في المناطق الشمالية مش الجنوبية، في المناطق الجنوبية كمان، الوضع الاقتصادي، الفرص الاستثمارية، يعني في هناك تمييز. هذا الإحساس هو لم يكن حكر على اليمن في الواقع، وفي إحساس حتى في مناطق أخرى. أتذكر حينما كنت في تونس كانوا يقولوا بأنه الساحل يحظى باهتمام أكثر مما يحظى الجنوب في الداخل، من حيث التوظيف ومن حيث المسؤوليات. في كل بلد يعني موجود هذا. في أكثر من بلد، وهذا لم يأتي من فراغ في الواقع، وهذا ناتج على أن لم يتيسر التنمية التعليمية الشاملة، بحيث أنه المخرجات من كل أنحاء اليمن تكون متوازنة. تيسرت الجامعة في صنعاء، ولكن لم تتيسر الجامعة في مارب مثلا، أو لم تتيسر في صعدة، أو لم تتيسر في الضالع. فهذا الجانب وبتحكم فيه ضعف التنمية الذي ينعكس على ضعف المخرجات، وضعف بالتالي ينعكس على وعي الناس، وهذا اللي قادتنا إلى أزمة 2011. وهذا ما جعل فعلا أن هناك شعور بالضيم وبالهضم، إلى جانب بأنه ربما نعترف بأن لم نحسن اختيار من يتجلد المسؤوليات في المحافظات المحتاجة لجهد ومحتاجة لتنمية، وانعكس هذا في التطور للإدارة المحلية في المنطقة. لاحظي أنت حينما يكون محافظ كفء وقدير في مكان ما في محافظة، تحدث فيها تطورات. صحيح. ويحدث فيها التنمية. صحيح. ويرتاح الناس ولا يضطروا حتى للتعامل مع المركزية، ولكن عندما يكون العكس تحدث هذه الثغرات. إلى جانب هذا بأن تجربتنا في المجالس المحلية لم يقتل لها التوجه السليم الناضج الذي يعطينا استعداد للتعامل مع المحلية، لأننا لم نتوفق في اختيار الأفضل في المناطق، وظهرت في المجالس المحلية من ليس له قدرة من جهة، ليس له قدرة، أو لم يكن مستوعب كذلك ظروف المنطقة وحاجتها، وكان الاستلطاف هو الفاعل فيما يتعلق بالمجالس المحلية، وحتى بما يتعلق بانتخاب المحافظين، وهو تجربة كان يمكن لها أن تفعل لو أحسن التعاون مع من هو الأفضل، من هو الأفضل لعدن بالتأكيد. ومن هو كنت وزير ثقافة، بدليل أنه التعيين في محافظة عدن كان إيجابي أكثر من أنها كان إيجابي المنتخب، وكذلك في محافظة أخرى. شوف أستاذ، أنت كوزير ثقافة ووزير علم، بس نركز على هذه النقطة قبل ما ندخل في 2011. ألا تلاحظ بأنه غياب الخبرة نقول والتأهيل للقيادة وللإدارة عكس نفسها طبعا، لأنه بالأخير الشعب إمكاناته أو المواطنين إمكاناتهم التعليمية، ورئيس الجمهورية بالأخير هو واجي من هذا الشعب برضه، القيادات. يعني كان في جهل وكان في اتفاق لكل الأطراف السياسية، مش شخص واحد يتحمل مسؤولية ما حدث. صحيح. هو الواقع السلبيات هو لابد أن ينظر إليها بالبحث والدراسة. ليس من السهل على أن نحكم
بمجرد الكلام عن فلان أو آخر. آم، البعد الاقتصادي الآخر وكما ذكرت أنت نحن نهمله في الواقع، وهو البعد الثقافي. البعد الثقافي هو لم يكن فقط مجرد تراث ومشاهدات في الآثار ومشاهدات ونحوه، هو الواقع هو بعد اقتصادي. ثروتنا في اليمن هي ثروة ثقافية. لو وجهنا استثمارات في المجال الثقافي سيدفعنا هذا الاستثمار الثقافي للاستثمار السياحي، يعني بمعنى أن نوجد المتاحف، أن نوجد المعارض، أن نرمم القلاع ونمرر المدن. ثقافة وأتذكر في ثقافة هذا حينما الوطنيات. أسسنا في مهرجان صهاريج، المهرجان الأول للصهاريج في 30 من نوفمبر من ذلك العام. كان يمكن لو استمر هذا المهرجان أن يشكل دور اقتصادي لإحياء مدينة عدن في كل 30 نوفمبر، مثل ما هو في جرش ومثل ما هو في قرطاج. لماذا لا يكون هذا على الوعي الثقافي، طريقة تفكير النخبة في لماذا لا اليمن. يكون هذا البعد الثقافي هو في نفس الوقت بعد سياحي؟ صح. والبعد السياحي معناها بعد اقتصادي، له تأثير سياسي. وسيكون مهم، وربما لا نقول رديف للثورة البترولية، ولكنه لم يكن أساسي. كثير من البلدان تعتمد على الجانب الثقافي. طب أستاذ، الآن خلاص قطعنا الماضي بشكل سريع واتضحت الصورة، نشي نركز على أزمة 2011 والواقع، وكيف ممكن أن احنا من هذا الواقع نركز على المستقبل أكثر، ولكن بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل ونعود للأستاذ يحيى حسين العرشي ومستقبل اليمن. شاي الكابوس الأخضر كوب من الحياة. مشاهدينا مرحبا بكم مجددا، ونعود للاستاذ يحيى العرشي واهدافنا المستقبليه ان شاء الله. طب استاذ يحيى، كنا تكلمنا على ازمه 2011، ممكن بس نسلط الضوء على اهم ما خلفته ازمه 2011 في اليمن، ويجب ان احنا ناخذه بعين الاعتبار واحنا نعد رؤيتنا للمستقبل. هو بطبيعة الحال التطور الذي حدث في اليمن هو جزء من تطور الحياة، ولا يقلقنا هذا ويزعجنا، ذلك بأنه مع المتغيرات، مع السنوات، مع التراكم السنوات يحصل مثل ما آمنا بالتغيير في 62، وكان طبيعي أن نلتف حول هذا المتغير، ونلتف حول متغير أكتوبر، وحول متغير تحقيق الوحدة اليمنية، وحول متغير ما حولنا كذلك. المؤسسات التي كانت فاعلة في الوطن العربي وهذه البلدان التي ظهرت في هذه المتغيرات بدءا من تونس ومصر وغيره، كانت تتحكم فيها المؤسسة التي كانت منظمة، وهي المؤسسة العسكرية. ولكن السنوات تجاوزت هذا الإنجاز، وهو إنجاز محسوب له، وكان لابد أن تبدأ المؤسسات المدنية تلعب دورها. فظهرت في الساحة العربية الرغبة في أن يكون هناك مؤسسات مدنية، وهذا من حق الشعوب. وصحيح أنها استغلت من بعض الأطراف، واستغلت حتى من الجانب الخارجي كذلك استغلت، وربما أنها أرادت أن تقدم فصيل دون آخر حتى تسهم في نهايته، كما حدث في مصر، وما يجري من محاولة في تونس، رغم أن توجهات تونس الإسلامية توجهات معقولة ومعتدلة، وهي الآن في حالة حوار مع الأطراف الأخرى، ربما أنها لكن في حال تنجح في تأسيس ديمقراطية في تونس. من الشخصيات السياسية هذه خلفية الليبرالية قتلت حول هذه المتغيرات. فالمتغيرات لا بد أن نؤمن بها، والتوجه نحو بناء المؤسسة المدنية طبيعية. في اليمن بفضل الوحدة أقول ظهر التوجه نحو هذا البناء، وبأقل تكلفة حتى الآن، بأقل تكلفة قياسا مع ما كان في 2011. المخرجات يا أستاذ، فالتوجه في المؤتمر الوطني هو توجه إيجابي، وأعتقد بأنه يمكن أن تسهم في أن تنزع فتيل الفتنة أو استمرار الفتنة، وأن تؤسس
لمستقبل اليمن، ذلك لأن ضغى على تفكير مجريات الأمور في المرحلة لم تكن فقط للبناء المؤسسي، لكن ضغط عليها فكرة الجنوب وصعدة وشغلت الجميع. وأنا أعتقد أنه الانشغال بهذا المستوى وعدم التفكير في بناء مؤسسة الدولة والتفكير في بناء المؤسسة الذي من شأنه أن يتحقق إيجابيات عوضا عن السلبيات التي سببت هذا الإحساس. وهذا قلت زمان، قلت له أن المطالبة الحقوقية للمبعدين أو للمتقاعدين في الجنوب تتحول إلى مطالبة سياسية، وهذا طبيعي وهذا ما حدث. فكان يعني غياب المؤسسات مشكلة تاريخية أنت تتحدث عنها. نعم. موجودة غياب المؤسسات واحدة من أسباب الفشل الذي تم تماما. غياب فالأجدر بالبناء، بس إيش 2011 تركت فينا؟ أتصور بأن الأجدر لليمن هو أن تجنب اليمن كل سلبيات الماضي، تجنبها. بس إيش سلبيات 2011 المؤثرة الآن؟ هو تطور ثوري في الساحة اليمنية. سلبياته بأن المواجهة كانت غير محسوبة، والدماء التي ذهبت أيضا خسرناها بالتأكيد، ولعبت دور سلبي في خلق تباينات حتى داخل الأسرة، هذا مع هذا التوجه وهذا مع نحو. ولكن لنقول هذا من سلبيات التطور في إضعاف الجيش، لكن هنا النقطة فيما يتعلق بالجيش والأمن في الواقع هي أيضا هو دور مهم في الدور المؤسسي، لأنه يبدو حتى الآن لم نبني بناء مؤسسي حقيقي فيما يتعلق بالجيش، بدليل أن الجيش لم يكن أكثر قوة ما هو في العاصمة، لم يكن في الأطراف في الجوف، أو لم يكن في الأطراف في صعدة، ولم يكن في الأطراف في حضرموت. وتتعرض أطرافنا وتتعرض حدودنا لأضمار معروفة وانتهاكات معروفة، لأنه البناء المؤسسي برضو غاب عن بناء المؤسسي الحقيقي للجيش، بحيث أنه يبقى مؤسسي يحمي الديمقراطية ويحمي التعددية ويحمي كذلك من يختلف في الساحة، لا أن يكون جزء من الصراع. بس اسمح لي أستاذ في هذه النقطة، ألا تلاحظ في أنه مصر وسوريا واليمن مثلا هذه المناطق اللي كان فيها ما يسمى بالربيع العربي كأنها كانت ضد الجيش؟ يعني في اليمن الآن ما الذي يتم من 2011 إلى الآن استهداف للجيش من قبل قاعدة، من قبل في هذا الأسبوع قتلى من القوات الجوية وغيرها. هو بسبب ظهور، تلاحظي أنت ظهور التطورات هي في البلدان الجمهورية، لم تظهر في المغرب بشكل واضح، ولم تظهر في الأردن، ولم تظهر في السعودية. لأن الدور الجيش في تغيير الأنظمة الملكية إلى أنظمة جمهورية، تونس واليمن وهذه البلدان التي ظهرت فيها الثورة. الجيش حينما طلع التغيير وبناء النظام الجمهوري تولى المسؤولية على طوال هذه العقود من الزمن، فبالتالي أصبحت الأنظار موجهة إليه بأنه نجح أو فشل. هل نجح في البناء المؤسسي السياسي في البلد بحيث أنه الجانب المدني يأخذ حيز من التدرج لكي يشارك في أحوال البلاد وفي سياسة البلاد، أو العكس؟ فإذا حدث بحكم هذا الواقع المؤسسة العسكرية هي التي تحكم، وبالتالي ما حدث في هذا البلدان هو ربما تعكس هذه الصورة التي قفزنا بها قبل 60 سنة لنغير من أحوالنا في وجه الأنظمة الملكية وفي وجه الأنظمة الاستعمارية. لكن الآن الجيش لا يقسم فقط يا أستاذ، الآن الجيش يستهدف كل يوم قتلى وجرحى في اليمن، كل يوم قتلى وجرحى في سوريا. خلينا نركز على اليمن. نعم. بشكل أساسي. ألا تعتقد بأن هذا إضعاف الجيش وإضعاف للدولة وإضعاف للمشاريع والمؤسسات الذي أنت تتحدث منها منذ زمن طويل؟ دعني أقول بأن هذا لما يتعرض له هو بسبب أنه قاد الأمور بشكل مطلق، قاد أمور السياسية في البلدان هذه، وبالتالي يتعرض لهذا المواجهة مع مجريات الأمور. فلو كان للجيش أن يبني مؤسسات مدنية ما كان يمكن أن يحدث لها المواجهة اليوم هي هكذا المواجهة بين هذه التطورات حزبية فئوية لها مصالح لها لا إلى آخره. حتى القوى الخارجية تنظر بأنه إذا أردنا أن نواجه
القطر الفلاني فلنبدأ بمواجهة المؤسسة العسكرية. هذا الوضع طبيعي، بخلاف ما هو موجود في تونس. العسكر كانوا بعيدين عن، ولهذا ليسوا في صراع ومواجهة مع الناس. هي مؤسسة عسكرية بعيدة، تتصارع النهضة مع التطورات، مع المرأة، مع حرية المرأة، مع قانون الأحوال الشخصية ولا آخره، الجيش محايد. ولكن الجيش محايد. فهذه الصورة هي نتيجة أن الجيش اللي بيحكم بالضرورة أنه يكون في هذا الواقع، في أنه يدخل في مواجهة مع طب أستاذ، خلينا في المستقبل الذي احنا نشتيه لنا ولعيالنا. يعني لو قلنا في الجانب السياسي، ما هي أبرز 3 أهداف مستقبلية يجب على اليمنيين أنهم يركزوا فيها؟ أبرز 3 أهداف مستقبلية. الهدف الرئيسي أن نحرص قدر الإمكان على سقف الوحدة. سقف الوحدة. سقف الوحدة هذا مهم لنا جميعا، للظالم والمظلوم حتى في وقت واحد. كيف؟ بمعنى بأن لا نقفز على الواقع، ذلك أن أي تسميات يمكن للحوار الوطني أن يصل إليها ومخرجاته فيما يتعلق أقاليم، اتحاد، فيدرالية، ولكن على أن ينظر بموضوعية. اليمن تطور الفيدرالي أو التطور الاتحادي هو يأتي نتيجة تطور المركزي، طالما هو في معنى ضعف المركزي والتعامل معه كيف حيكون معنا أقل؟ ربما يكون هناك سلبيات تصاحب أي تجربة أخرى. ثم أن أي تجربة لابد أن يكون هناك مؤسسة مهمة، يعني مؤسسة الجيش، أن تكون مؤسسة وطنية قادرة أن تحمي كل ما نتوصل إليه وتحميه حماية استمراره وأن نمضي فيه. غياب هذا الجانب أو ضعفه وكذلك الجانب الأمني ربما ندخل في متاهات وعدة. الجانب الأمني المركزية تؤثر على مشاريع الجانب الثاني بأنه لابد أن نتوجه توجه تعددية حزبية حقيقية. يعني بمعنى أنا كنت سعيد بأن للسلفيين حزب، وليكن لأي طرف آخر حزب، بمعنى أن التعددية الحزبية والسياسية تحاول قدر الإمكان أن تقضي على بعض الأمراض اللي هي سواء كانت مناطقية أو كانت ضائفية أو كانت عنصرية، ستضيع في ظل هذا المناخ التعددية الحزبية، بحيث أن الرؤى تأتي من خلال تعدد حزبي. تعدد الرؤى يأتي من خلال تعدد عمل سياسي حقيقي، وبالتالي يتحكم في قضية الانتخابات بمن له إمكانية أن يحصل على القدر الممكن في المؤسسة. تعدد سياسي لكي تمتص القبلية والطائفية والعنصرية، وكذلك أي نفس آخر. العمل الحزبي والسياسي بالتأكيد أنه يكبح هذا، يشكل فرملة لهذه الأمراض، والأمراض هذه طبيعية أن تكون في كل طيب في هدف سياسي ثالث ولا كفاية الاثنين؟ نعم، هذا بدرجة أساسية. والجانب الثاني أن نتوخى في البناء المؤسسي بما يعالج كل ما تواجهنا. وأنت تتكلم يعني عن المؤسسات دائما، يعني بمعنى القضاء العادل هو سيحقق العدالة. بالتأكيد بأنه القانون والدستور حينما نحرص عليه، أولا حينما ينص على ماذا نريد من هذا الدستور دون أن نمضي في أن نهمش الدستور أو أن نفصله على وضع معين، لابد أن نفصله على القضية الوطنية بشكل واعي، وهي قضية اليمن وماذا تريد اليمن من أقصار، يعني أقصار شاطئ وجبل ووادي ونحوه. فاستقلال القضاء ونظافته والجيش والأمن، وبالتالي توجه المال العام لخير الناس، بحيث أنه نخلق قاعدة استثمارية تمتص البطالة. لأنه ما هو التفاف الناس في الشارع ولا في التفاف حول دعوة الشيطان ودعوة إبليس، هو الفقر، هو الحاجة. سيمضي أي فقير يبحث عن أي شيء حينما يسمع أن في ريال في المحافظة الفلانية سيذهب إليها. صحيح. وأما في بلادنا حينما يسمع أن في بندقية في المكان الفلاني سيذهب إليها. صحيح. هذا الواقع لابد أن نغيره في الريف. طب الآن ندخل اقتصاديا، بحيث أنه الريف يتحول إلى جانب مدني. لأنه حتى الآن ما تمكناش بأن تشمل كل التنمية مجالات التعليم بنسبة أقوى. صحيح في مكاسب طبعا لا يمكن أن تنكر بالتأكيد، ولكن لا بد من أن أمية تهبط مستواها، لا بد من ينزل مستواها، وفي الرجال وعند المرأة. ولا بد من المخرجات
أمس أكثر من 200 ألف خريج من الثانوية. ماذا يعني هذا؟ يعني بأنه يعني لابد أن يتوظف. إذا ما فيش مجالات اقتصادية، مش في الخدمة المدنية بدور وظيفة، صحيح. لابد مجالات اقتصادية توجيه رأس المال بحيث أنه يستوعب. ثانيا الدور الخارجي، الدور الخارجي إحنا ما نشيش مساعدات بالريال بالدولار، إحنا نريد مساعدات للتنمية. يعني معناه اللي يريد أن خبرات. ينمي لا يريد أن يعطينا شيء من النفط عشان نمشي السيارات، أو شيء من الفلوس عشان نمشي المرتبات، يخلق مثلا قاعدة اقتصادية لنا نعمل كم مشروع زراعي في الجوف بحيث أنه يمتص هذه البضالة، ويعمل كم مشروع صناعي قوي بحيث أنه يمتص كذلك البضالة. تأسيس نحن لا نريد من أحد شيء، نريد أن يخلقوا معنا قاعدة تنموية حقيقية. طب اسمح لي أستاذ يحيى وأن بس- نوظف بالمناسبة، وأن نوظف تنظيف سليم فيما يتعلق بالهجرة. الهجرة اليوم محل مأساة، لابد أن نوظفها في علاقتنا مع الخليج، بأنه أنتم تشتوا أنتم كم تشتوا عامل بناء أو عامل سباكة. نحن كدولة نهيئ هذا العدد الكبيرة، وتذهب للاغتراب مثل ما هو في الهند وفي بلدان كثيرة، تذهب للاغتراب في إطار تعاون ثنائي، تساعدونا مش بالتأهيل مش في في إطار تدريب. تهريب ونهاية عباد الله في طب أستاذ، الأطراف. عشان تكون الصورة واضحة سياسيا، اتضح الهدفين. يجب أن نركز على الوحدة، وحتى في مشاريع الأقاليم كما ذكرت يجب أن نركز بأن الجيش من يحميها. والأمن مهم. ثانيا ذكرت التعددية الحزبية ومساحة التعبير والحريات يجب أن تكون كبيرة. ثالثا الهدف الثالث سياسيا الذي يجب على اليمنيين التركيز عليه بحسبك، أنه التركيز على المؤسسات، وتحديدا مؤسسة القضاء، الجيش. الآن اقتصاديا، إيش أبرز 3 أهداف مستقبلية يجب أن يضعها اليمني في رأسه في مجال الاقتصاد؟ ويكون في تخطيط سليم للاستثمار. التخطيط للاستثمار. بالتأكيد، وأن تتوجه استثمارات هذه الثروة، والثروة لا تكمن فقط في البترول. لدينا مواد خام في الجبال من ألمنيوم، من ذهب وما إلى آخره. لدينا مجالات كثيرة، ولكن توظيف الاستثمار الخارجي نوزع في هذا. تفضلوا استثمروا معنا، لا نريد أن تعطونا فلوس، ولكن استثمروا في هذا المجال، ولكم مصالحكم ولنا مصالحنا. وفي كل الأحوال الإدارة النظيفة. لا يمكن أن إندونيسيا، عفوا ماليزيا، هو الذي تحكم في تنميتها. الإدارة النظيفة هي الأساس. عندكم إدارة نظيفة كفءة شريفة، من الموظف الصغير إلى الموظف الكبير قدوة، الوزير قدوة والآخرين قدوة. أنا أعتقد الإدارة النظيفة الكفءة والتدريب والتأهيل لاحتياجاتنا، أعتقد أنه سيكون مصدر خير، ولدينا من الإمكانيات ما يفيدنا. ثم أن علينا كذلك أن نوجه هذا البعد الخارجي اللي هو متعلق بموقعنا الاستراتيجي، موقعنا الجغرافي، موقعنا على البحر الأحمر، موقعنا على المحيط، على المندب. نحن الآن نهيئ أنفسنا للمحافظة على مصالح الآخرين، لكن أيضا لابد أن نهيئ أنفسنا للمحافظة على مصالحنا وتوظيف هذا. توظيف هذا. أنتم تريدون أن نمضي في السلام، فلنمضي أيضا في الاستثمار، وأن نحقق مصالحنا على البحر وفي الجزر التي هي خالية من أي استثمارات. نحن لا نريد أي جزيرة أن تكون فقط مصدر حماية مستقبلية لمصالح آخرين، لكن نريد أن تكون لها مصدر استثمار. أنا أينما زرت وأتذكر سقطرى هذه 100 كيلو طول، يعني ماذا يعني أن نستثمرها استثمار رائع جدا. معناها أن معناها أنه يمكن مئات الآلاف التي ستعيش ليس فقط من أبناء سقطرى ولكن من خارج. طب أستاذ، خلينا نختصر الآن اقتصاديا. أنت طرحت 3 نقاط جميلة جدا يجب أن نركز عليها. أولا التخطيط والتوظيف لمقدرات هذه البلاد بشكل جيد. ثانيا الإدارة النظيفة. ثالثا استخدام الدعم الخارجي بطريقة صحيحة. إذا خلص اقتصاديا وسياسيا، ثقافيا واجتماعيا، وفيها ممكن تتطرق لما نطرح الأهداف للرسائل للنخبة الثقافية يا أستاذ. تماما. ثقافيا واجتماعيا، لن نبدأ بالاجتماعيا، وهذا أيضا مهم. ما لم نترك باب مشكلة الجات. مشكلة الجات لابد أن نتركها بوضوح، ولا بد أن نتعامل معها بإنهاء هذه المعضلة التي هي
تستنفذ مننا الصحة والمال والوقت والجهد وكل ما يتعلق بهذا. طب كيف يحارب القاتل الشعب اليمني مخزن كله؟ وهذه هي المشكلة، هذا هو الدمار، أنه الشعب اليمني معظم وقته 7 ساعات يقضي في القات. لابد أن نفكر جيدا، وهناك من البلدان من ستقدم دعمنا فيما يتعلق بهذا، مثل ما قدمت في فترة من فترات دعمها لبنان من أن طب لو الشعب مش راضي؟ لا لابد أن نستوعب نحن من جزء من الشعب، لابد أن نستوعب أن القات معضلة تنخرف الجسم أكثر من 600 عام. الجانب الثاني، نهاية القات سيخلق بعد اجتماعي حديث، يعني بمعنى سنتعامل مع الحديقة، سنتعامل مع جمالية الحياة، سنتعامل مع علاقتنا ببعضنا، سيغيب الفصل ما بين الزوج وزوجته. حاليا 6 ساعات المرأة تقضي لحالها والزوج يقضي لحاله، لا يلتقوا إلا في ساعات معينة في الليل بسبب القات. لا، بسبب القات يخلق في الأسرة الشتات. ثم توجه شبابنا للقات، وبالتأكيد أنه أنهكهم وأضعفهم. هذه مشكلة لابد أن نطرقها بشجاعة، وهي من أهم مشاكلنا الاجتماعية، وكذلك تنعكس على القيم. ونحو حقيقة القات بيأثر، وبالتالي التربية الصحيحة داخل البيت تلعب دور مهم، وأن نحاول قدر الإمكان أن نحد من النسر، لأن الزيادة بدون تخطيط معناها زيادة في مخرجات بشر بدون ما يكون لهم مستقبل نظيف. ولا بد من النظر في هذا، يعني حقيقة أكثر من عدد معين للأسرة بيلعب دور سلبي، يعني لا يستطيع الأب أن يتعامل مع هذا العدد الكبير، ولا يستطيع حتى أن ينفق على تعليمه، ولا يستطيع أن ينفق على صحته، ولا على هذا التنامي الكبير بطبيعة الحال. فلو أمكن، وصحيح أنهم في الهند قالوا مخرجاتنا من العادة البشرية نحن بنوظفه توظيف اقتصادي، لأنهم بيأهل هذا الكم ويسطر للخليج، بيأهل هذا العدد الهائل. لكن احنا حتى الآن ما وصلناش إلى مستوى أن احنا نؤهل هذا العدد الكبير بحيث أنه نستفيد منه اقتصاديا ويعود على البلاد بالخير. المناهج الدراسية في الجانب وفي نفس الوقت، أما المنهج فحدثي ولا حرج. في المنهج لو المنهج اعتماد علمي لما كانت الحديث عن الوحدة الوطنية في أذهان الشباب شوية ضعيفة في بعض المناطق، ولا أقول في الكل، يعني تأثيرها سلبي، ولا بد من أن يعاد النظر في قضية المنهج. أما الجانب الثقافي فكما قلت في بداية حديثي، إن لم يحظى بالرقم المناسب في ميزانية الدولة وفي تفكير الدولة وفي عقل الدولة، باعتبار أن الثقافة هي الموروث الكبير لليمن، وهي الأساس للسياحة. لا أستطيع أن أروج للسياحة بدون ما يكون عندي محافظة على الآثار. إذا روجت للسياحة بدون محافظة على الآثار، معناها أن الآثار بتخرج، ومعناها أن المخطوطات بتخرج، ومعناها أن كل ما يتعلق بالموروث في سوق الملح وغير سوق الملح، وفي خزائن زبيد، وفي خزائن حجة، وفي خزائن صعدة، وفي خزائن حضرموت وإلى آخره. فلا بد من تنمية ثقافية، وأن يرصد لها ما يكفيها من المال وما يكفيها من الجهد. والإعلام يا أستاذ، الإعلام اليوم هو ملك الناس، على الدولة أن ترفع يدها من الإعلام. هدفنا المستقبلي فيه أن ترفع يدها من الإعلام، ده لما وعندنا هذا التعدد الكبير، أن يكون هناك من يشرف على توجه الإعلامي بشكل نظيف، بحيث أنه تستطيع أن تلعب دور قدر الإمكان، وإلا فالإعلام المرئي سيخدم من يدفع في هذه القناة. إذا ما أخذناش هذه الأهداف التي تتحدث عنها ثقافيا واقتصاديا وسياسيا بجدية، إيش السيناريو المتوقع؟ سيناريو ماذا؟ المتوقع المستقبل اليمن. أنا أعتقد المخرجات المؤتمر علينا أن نتفاعل، ليس عندنا خيار آخر. في المخرجات المؤتمر يعني الجنوبيين المنسحبين علينا أن نتفاعل. الناس ينتقدوا بشكل والأصوات كبير. هذه نعتبرها نشاز، والأصوات هي أيضا من أصوات نعتقد بأنها أسهبت دور سلبي في الماضي فيما يتعلق بس في اتفاق الأغلب في مؤتمر الحوار يؤكدوا بأنه لا قيمة لمخرجاته. يا أستاذ، إيش تتوقع السيناريو الموجود؟ لا تتشائمي يا أستاذ، لا تتشائمي، حاول أن نكون متفائلة بوجودك. علينا أن نتفاعل، لأنه ليس لنا خيار آخر عدا التفاؤل. إن لم نتفاءل
فسنواجه طب أشير بعض. رسالتك للإدارة، للرئيس هادي ولحكومة باسندوة وللأطراف المعارضة مثل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله. رسالتي للحكومة أن تستغل هذه الثقة المطلقة. لا أعتقد بأنه أي حكومة في الماضي حصلت على الثقة هذه المطلقة بما حصلت عليها هذه. لم ينازعها أحد، لم ينازعها أي طرف. على كل وزير أن يعي مسؤوليته بأنه عنده إمكانيات وعنده مساحة كبيرة من الدعم الداخلي والخارجي كذلك، فلا يفقدها لا يفقدها ولا يضعفها، لأن تماما، وأن يضعوا حد لكل شيء. هذه فرصة لهم بأن يثبتوا بأن الحكومة الخالية من أي وصاية والخالية من أي ضغوط والخالية من أي عليها أن تقدم خير البلد. ورسالتك للرئيس هادي يا أستاذ؟ وأن يعي رئيس الحكومة هذا الدور لأنها فرصة الوحيدة. مش رئيس الحكومة، الرئيس هادي في الواقع علينا أن نقف إلى جانبه، لأنه هو يواجه كثير من المتناقضات. نقف إلى جانبه بأي اتجاه يا أستاذ؟ باتجاه وطني بالتأكيد. باتجاه وطني، ونحن لدينا مواعيد زمنية محددة. بس لك توصية له بحكم خبرتك الكبيرة يا أستاذ، أنت عاصرت 4 رؤساء وهو الخامس. توصية له بأن يبقى كما يذكر في أن يخدم بكل ما يخطوه في ظل الوحدة اليمنية، وفي ظل أيضا البناء المؤسسي. إذا استطاع أن ينقل اليمن في هذه الفترة عام 2014 لبناء مؤسسي، أعتقد بأنه سيكون رقم مهم في تاريخ. هل أنت مع التمديد، مع أن يمدد الرئيس هادي؟ أنا لا أنظر إلى هذه المسألة تمديد أو غير تمديد. أنا أنظر إليها بما هو مفيد لظروف اليمن ولأحوال اليمن ولاستقرار اليمن، وبالتالي للبناء. نحن جميعا الآن ننتظر 2014، ننتظر بأن 2014 ستكون هي نتيجة لمخرجات 2013، ما يتعلق بالدستور، ما يتعلق بقانون الانتخابات، ما يتعلق بشكل المؤسسي للدولة، وما يتعلق كذلك بالشكل الإداري على مستوى اليمن. هذه النتائج المهمة التي ننتظرها اليوم، وينتظرها في الواقع كل مواطن. ربما مش كل مواطن كذا، كل سلاح كنا نشوف أو سلاح هذا ينتظر هذه النتيجة حتى ما يتجاوزش حدوده. طب رسالتك للمؤتمر الشعبي العام وأنت كنت ضمن لجنة يعني إعداد مشروع الميثاق الوطني، إيش رسالتك في ظل هذه الظروف وبعد الذي عاناه الوحدة المؤتمر الشعبي؟ ونحن نحتفل في 30 من عمر. لا شك أن المؤتمر الشعبي 31 لا شك أن المؤتمر الشعبي رقم مهم في العمل السياسي ابتداء من نشأته. استطاع أنه يشكل بعد سياسي وسطي معتدل، لعب دور في قضية الحوار الوحدوي. الحوار الوحدوي كان التنظيم السياسي الراقي للتعامل مع التنظيم السياسي الراقي في الجنوب. وبالتالي هذه الخلفية لهذا التأسيس الوطني فيما يتعلق بالوحدة، ما يتعلق بالبناء المؤسسي. أنا أعتقد بأن دوره مهم فيما نقدم عليه من فعالية للتعددية السياسية، للتعددية الحزبية. نحن نعتقد بأن كما ذكرت بأن الحزبية هي صمام أمان كثير من المشاكل اليمنية. والمؤتمر الشعبي يحظى بخصوصية كبيرة لأنه معتدل، ويحظى بخصوصية كبيرة بأنه أيضا خلفية رزينة، ولم يحدث أن وقع في نكسات، مش مرتبط بأي دولة خارجية، لم يقع في نكسات دموية في تاريخه. ومن ثم كذلك علاقته الخارجية علاقة محترمة. فقط على اعتدال قصدك التوسط. فقط عليه أن يعيد النظر فيما يتعلق بالتعامل داخل دوره التنظيمي. يعني بمعنى لابد أن يكون دور تنظيمي حقيقي. إذا كان من أول الدولة هو المؤتمر والمؤتمر هو الدولة، لكنه اليوم هو رقم تنظيمي. عليه أن يعي هذا التطور وأن لا يبقى في ذهنه الشيء من السلبية أو اللامبالاة. طيب، معك باقي لنا بدقيقة واحدة، إيش رسالتك للمواطن هذا الذي لا كهرباء ولا ماء ولا أمن وفقير يعني في اليمن؟ إيش رسالتك له؟ الله يعينه،
أولا لا يعين على تحمل، لكن عليه أن يلتف حول كل خطوة إيجابية في حياة اليمن، أن يلتف معها وأن لا ينجر مع أي طرف على حساب الطرف الآخر. الوزير يعني بمعنى أن لا يوظف سلبيا مع أي طرف، وأن ينظر أن مستقبله في مصداقيته مع حبه، وذكرت هذا في بداية، حبه لوطنه وحبه لوحدته وحبه لكل ما يتعلق بالوطن، من الشارع إلى البيت إلى المؤسسة، كل ما هو فيه وهو ملكه، وعليه أن يحافظ عليه وأن لا يعتدي عليه. طيب الوزير والسفير والمؤلف الأستاذ يحيى العرشي، شكرا لك، وإن شاء الله تكون فاعل معنا كمان وفاعل مع الحكومات باسندو وللإدارة بنصائحك هذه الجميلة وفي المؤتمر الشعبي العام. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا يجب أن نتفائل كما قال الأستاذ يحيى العرشي، وإن كان ما في أي حاجة على الأرض تخلق التفاؤل، لكن يجب أن نركز على التعددية، على استيعاب الآخر، على كل الأهداف المستقبلية التي طرحها الأستاذ. وإن شاء الله إحنا كمان في اليمن اليوم نحاول كمان نركز على المستقبل أكثر. كونوا معنا في الحلقة القادمة.